يكفي باللسان أن أقول أنا من شيعة جعفر ومن شيعة أهل البيت ومن أتباع أهل البيت؟ هل يكفي باللسان؟ هل يكفي مجرد إعلان الحب؟ هل يكفي مجرد المشاركة في المناسبات التي تظهر الفرح لأفراحهم والحزن لأحزانهم؟ وهل يكفي مجرد أداء الصلاة والصيام وبعض العبادات؟ وهل يكفي مجرد الزيارات للأئمة عليهم السلام؟ يكفي هذا في أن نقول نحن من المنتسبين حقا والمنتمين صدقا لأهل البيت، أم أن هناك أمر أعمق وأبعد بكثير من مجرد هذه الأمور؟ الأئمة سلام الله عليهم تتبعوا الأحاديث في عدد من المصادر، اهتموا كثيرا بهذه القضية لأنها كانت موجودة في زمانهم وموجودة في زماننا، وأرادوا توعية الناس وتوعية أتباعهم. وممن هم يذكرون على ألسنتهم أنهم من شيعة أهل البيت يقول توقفوا، انظروا إلى حقيقة الانتماء، ما هي مجموعة المقومات والمواصفات والأعمال التي لو اجتمعت حينئذ سنكون من شيعة أهل البيت. أما أن نأتي ببعضها ونترك البعض الآخر المهم فلسنا نحن من شيعة أهل البيت حقا وصدقا. لابد أن تجتمع فيكم مجموعة من الأمور، إن اجتمعت نعم قولوا نحن من شيعة أهل البيت، إن لم تكن مجتمعة هذه الأمور فأنتم، وهذا الذي أدعيه، فإنني أدعي الحب لأهل البيت فقط. أما أن أرتقي إلى مقام التشيع ومرتبة شيعة أهل البيت الذين ورد فيهم الفضل العظيم، كلا. إن جمعتم المواصفات والمقومات التي يذكرها الإمام، خصوصا الإمام الباقر والإمام الصادق، بقية الأئمة أيضا ذكروا مجموعة من المواصفات مقومات لو اجتمعت، انظروا إخواني، لو اجتمعت حينئذ ارتقى الإنسان إلى حقيقة وجوهر التشيع لأهل البيت. أما إذا أتى ببعضها وترك البعض الآخر، إما لعدم معرفته أو لغفلته أو لاعتقاده بأن هذا البعض الذي يأتي به هو الأهم والبعض الآخر ليس بمهم، فإنه ليس حقيقة من شيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك لاحظوا ودققوا الآن في العبارات التي سننقلها هنا من الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام في هذا الحديث يبين، وسنشرح بعض العبارات بالتفصيل لكي نلتفت إلى هذا الأمر. أيها الأخوة والأخوات، فليعرض كل واحد منكم سيرته وصفاته وأعماله على هذا الحديث، ولينظر هل اجتمعت فيه هذه الصفات حتى يمكن أن يدعي أنه من شيعة أهل البيت ومن أتباع أهل البيت حقا، أم أن هذا مجرد ادعاء باللسان ومجرد حب وعاطفة في القلب لا ترتقي إلى مستوى من الالتزام العملي الذي أكد عليه أهل البيت عليهم السلام. لاحظوا الإمام الباقر عليه السلام ينبه، هناك غفلة، هناك توهم خاطئ عند الكثير منتشر لدى الكثير، ينبه عليه مرة ومرتين وثلاث، وقبله الإمام وبعده الإمام الصادق عليه السلام والبقية الأئمة ينبهون إلى هذه المسألة التي لها آثار خطيرة على سيرة أتباعهم ولها آثار خطيرة على سمعة مذهبهم وسمعة الأئمة أيضا كما سنبينه. لذلك الإمام هو يبادر إلى أصحابه وينبههم، مرات يأتي سؤال ومرات كثيرة هو الإمام يبادر إلى معالجة هذه الظاهرة ووضع الحلول لها وتنبيه الأتباع إلى ضرورة الالتفات واليقظة والوعي، إلى ضرورة معرفة جوهر وحقيقة